حاول في أول أيام شهر رمضان المبارك أن تحوز على مرتبة المغفرة قبل الشهر الكريم. صف الحسابات مع الغير. البعض يجعل سنته الخمسية في أول الشهر الكريم. قبل دخول الشهر اتصل بذوي الحقوق عليك، رحم كاشح، صديق بينك وبينه خلاف. لا تدخل هذا الشهر إلا وأنت نقي. لا تجعل بينك وبين أخيك شحناء. هكذا يفهم من بعض الروايات أن من يرد الشهر الكريم وبينه ضغينة، هناك مشكلة بينه وبين أخيه، هذه المشكلة النفسية قد يعد حجابا لقبول الأعمال، قد تعد حجابا لقبول الأعمال في هذا الشهر المبارك. ادخل الشهر، كن دقيقا في حساباتك، ردا للمظالم، مجهول المالك، الخمس، المشاكل. من المناسب أن يجلس الإنسان مع زوجته في أول ليلة من شهر رمضان المبارك لتنظف ما علق عليك طوال الشهر الكريم من شوال إلى آخر شهر شعبان. أنت لست بمعصوم، أنت بشر. من الممكن أنه ما أتقنت التعامل، تكلمت بغلظة، أسأت الخلق قبل الشهر الكريم. حاول أن تنقي الحسابات مع هؤلاء. إذن في أول الشهر أحدنا يأخذ شهادة الغفران، ماذا بقي في أواخر الشهر خذ شهادة الرضوان. فرق بين إنسان يصفي حسابه مع الله عز وجل يصل إلى نقطة الصفر، وبين إنسان يحلق في أجواء المغفرة. حاول أن تكون في هذا الشهر من الذين يحلقون في دائرة المغفرة الإلهية. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا تنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا تنما.